اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معرفتوش الحمام الكذاب تاب خلاص وبقى مؤدب ومبقاش كذاب تاني. تعالوا النهاردة مع بعض نعمل احلى حمام كذاب، واهم حاجة من غير ما نحتاج ان احنا نخلي الاوراق ونشيل العظم والليلة دي كلها. لا، النهاردة هنعمل حمام كذاب بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. يلا نبدأ الفيديو. احب افكركم انا امنية ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفيني متنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. في الكب فرمت بصلاية مع قرن فلفل احمر او اخضر او الاتنين زي ما انا عملت. هنتبلهم بايه؟ ملح وفلفل وشوية من الحبهان المطحون او الورق اللوري المطحون زي ما انت حابة. هفرك البصل بالبهارات وشوية زيت، وكده بقى عندنا احلى تتبيله واسهل تتبيله جاهزه. الوراك غسلتها كويس وشلت اي تجمعات دمويه كده ومن تحت الجلد وصفتها وبقت عندنا زي الفل، زي ما احنا شايفين بعضمها كده بحالها بمالها، ما شلناش منها تنتوفه. كل ده مدفوع فيه فلوس، مش هنرمي حاجه. اخدت الوراك كده تبلتها كويس قوي وفركتها كده بالبصل المتبهر تحت الجلد، وهنعمل كمان فتحات كده في الورك من جوه. اهم حاجة نحافظ عليها ان الجلد بتاعنا يكون سليم، يعني اهم حاجة في الوصفة ان الجلد يكون سليم علشان ده سر نجاح الوصفة. هنتبل كده ونبهر براحتنا ونعمل كده فتحات هنحشيها من جوه بالبصل المتبهر ده علشان يبقى طعم اللحم بتاع الفراخ متطعم. وكمان لما نيجي نحشيها كمان هتفرق جدا في الطعم، غير لما نكون حاشين الحشوة سواء رز فريك ايا كان على لحم الفراخ على طول من غير ما يكون متبهر. تبلتها وسبتها معاكي ليلة ساعة ساعتين زي ما انت حابة. انا سبتها حوالي ساعتين. يلا نعمل حبة رز حلوين زي العسل. معلقة سمنة وحبة زيت سخنوا، نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من السكر. السكر خلاص داب واتكرمل. كنت غاسلة كوبايتين من الرز، غسلتهم وصفتهم كويس وما نقعتهمش. نزلت بيهم على السمنة والزيت اللي فيهم معلقة السكر المتكرملة، وهقلب كويس لحد ما الرز بتاعنا يشخشخ كده وينشف ما يبقاش فيه مية. كنت مجهزة باقي البصل اللي عليه الفلفل الاحمر والاخضر، بس طبعا ده احنا ما مسكناهوش ولا حطينا عليه فراخ نية ولا اي حاجة. وهنبهر بقى، هنبهر بايه؟ ملح وفلفل، السبع بهارات، قرفة، ضفت كمان مكعب مرق وشوية من الحبهان المطحون. بهارات سهلة وبسيطة بس بتدي تطعيمة حلوة قوي. هنا خلاص الرز بتاعنا كان سخن جدا. كوبايتين الرز نزلت عليهم بكوباية مية. لازم تكون مية مغلية لان احنا بقالنا ساعة بنسخن الرز علشان يطلع مفلفل. هنوطي عليه ونغطي مجرد ما يشرب المية بتاعته، يا دوب 10 دقايق واقل كمان، ممكن 7 8 دقايق بالكتير وكان الرز بتاعنا جاهز. حبيت بعد ما اطفي عليه اضيف له كمان شويه من الفلفل الاسود، لان سر الطعم والنكهه كده والريحه الحلوه بيكون حبه الفلفل الاسود بعد ما نطفي عشان تفضل ريحتهم ظاهره. طبعا كلنا عارفين ومتفقين ان احنا ما ينفعش نحشي اي طيور بحشوه تكون سخنه، سواء بصل رز فريك، لازم الحشوه بتاعتنا تكون كده متهويه. انا فردت الرز يتهوى وعقبال ما يبرد حبه يلا نجهز الفرشه اللي هنحطها تحت الوراك. عملت بصلايه كده فرقتها بملح وفلفل. طبعا اللي هيشوف الفيديوهات عارف ان الخطوه دي بتفرق جدا في طعم الاكل. بعد كده حطيت عليهم طماطمايه متقطعه مكعبات صغيره وقرن فلفل حامي او بارد، وكنت مقطعه بطاطس طرنشات، بس تكون طرنشات محمله يعني ما تكونش تخينه قوي علشان ما تغيبش في السوا، وما تكونش رقيقه قوي، يا دوب احنا عايزينها وسط علشان تاخد سوا الفراخ. حبه زيت، والبهارات بتاعتنا كانت ملح وفلفل وكمون، مكعب مرق وشويه كزبره ناشفين. هي دي كل البهارات اللي استخدمناها، وكده بقت احلى صينيه بطاطس جاهزه نرصص عليها الوراك. الحشوه بتاعتنا كده بردت. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه ناخد بالنا منها، ان احنا ناخد من الرز حبه بحبه علشان لو اتبقى رز يبقى متبقي نضيف، ما مسكنهوش بايدينا او بالمعلقه اللي مطرحها فراخ نيه. نخلي بالنا من الحاجات الصغيره دي لان هي دي اللي بتفرق جدا في نظافه وريحه وطعم الاكل. حشيت اول ورك كده وقفلت عليه، ما نملاش قوي علشان ما يفرقعش، يا دوب ندخل كده ما بين من عند الدبوسه ومن عند الفخذ ذات نفسه. وبعد كده نوزع الرز بايدينا، لازم يبقى مهوي حاجه بسيطه لان طبعا الرز مستوي ربع سوا فلسه فيه
عايز مساحة عشان يكمل السوا بتاعه فيها. هقفل كده بواحدة من الخلة علشان اضمن ان الجلد ما يتفتحش والرز بتاعنا يتكشف. شايفين شكل الورك بقى ورك ديك رومي مش ورك فرخة. هناخد تالت واحد برضو ونحشيه بنفس الشكل ونقفل عليه، ولا احتاجنا بقى ان احنا نوديها تتخلى ولا نهدر من العظم ولا اي حاجة. كده خلاص الوراك بتاعتنا بقت جاهزة. هقفل عليها بورق حراري، ونخلي بالنا ما نخليش الورق يلمس الوراك، لان لما نيجي نشيله هنلاقي الورق لزق زي ما عمل معايا كده في الورك الاول. لو تاخدوا بالكم فرن سخن درجة حرارة 200، الرف الاوسط، بتاخد اول 3/4 ساعة متغطية، واخر نص ساعة او ربع ساعة حسب حجم الوراك بنكشفها علشان وشها يتحمر. ما دهنتش الوراك اي حاجة من دهون الفراخ اتحمرت، وده كان شكلها تحفة. ممكن اخر دقيقتين نولع لها الشواية. حبة اللفت الحلوين اللي هننزل بيهم في الفيديو الجاي ان شاء الله، اللفت البيتي والرز المفلفل والوراك المشوية، وممكن كمان تعملي لها فحماية وحبة بطاطس دايبين، وكده بقى عندنا احلى غدا في ساعة في صينية واحدة، محتاجناش اي حاجة. عايزة اقول لكم كمان ان الرز اللي اتبقى انا سويته وحطيته جنب الوراك. جربوها هتعجبكم، سهلة وبسيطة، مش محتاجة بقى اي افتكاسات ولا نخلي وراك ولا تبقى صعبة علينا. اي حاجة نقدر نعملها بسهولة. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب تجربوه ويعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله. مع السلامة.